السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. زي ما متعودين هنبدأ الفيديو بتاعنا من هنا، بس طبعا على اخواتنا وحبايبنا مشتركين القناة. كتبنا حوالي 150 اسم يا شباب، عايزين نكتب 1000 اسم. فانت لو ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة، هنكتب اسمك معانا ان شاء الله تعالى، تفضل موجود دايما للذكرى معانا، وكل ما ندخل القناة هنشوف اسمك معانا ان شاء الله تعالى. يلا يا شباب، عايزين نكبر القناة بسرعة، عايزين الفيديو ده يعني يلف الدنيا كلها. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا بالنسبة للحمام المحبوس. الحمام المحبوس يا شباب ليه شغل معين. الناس بتخسر من تربيه الحمام المحبوس. اي حد لو قال لك انا صيد العباقره، ولكن في ناس بتكسب. طب انهي الناس اللي بتكسب وانهي الناس اللي بتخسر؟ الناس اللي بتكسب بتعمل الحاجات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، والناس اللي بتخسر ما بتعملش الحاجات دي. فلازم ان انت لو بتربي حمام محبوس تسمع الفيديو ده كويس جدا. ندعم الفيديو ده بلايك يا شباب، نوصل للناس ده اللي خارج فعله، لان الفيديو ده فعلا مهم جدا. اسرار من اسرار تربيه الحمام المحبوس. اول حاجه، لو انا بخاف من الحسد، مش عايز اطير الحمام بتاعي، لو انا بخاف الحمام ويطلع ما يرجعش تاني، فكل ديت اسباب بتخليك تحبس الحمام عندك. فلازم بقى لما انا بحبس الحمام، طيب خلينا بس بالراحه كده واحده واحده عشان كلنا نستوعب الموضوع. انا لما بشوف الحمام الطاير بلاقي الحمام ده بياكل في الطين، صح كده؟ بلاقي الحمام واقف على سور، بتلاقي بينقر في السور. طب الحمام ده بياكل في الطين ليه وبينقر في السور ليه؟ لان بيستخلص الاملاح المعدنيه اللي محتاجها جسمه. الاملاح المعدنيه ديت هو بيجيبها من الطبيعه، ولكن انت لما بتحبس الحمام ده فانت منعت عنه الحاجات اللي هو محتاجها في الطبيعه، فبالتالي الكالسيوم والحيويه اللي في جسمه هتقل. فلازم ان انا اوفر له الحاجات اللي هي في الطبيعه دي، وهي طبعا خلطه التحديد دي لازم ان انا اعملها للحمام عندي باستمرار. طبعا اكدت على الموضوع ده قبل كده، يمكن الناس اللي متابعانا على القناه التانيه عارفه ان انا اكدت على الموضوع ده، لان ده عنصر اساسي من تربيه الطيور عندنا. لان لو مفيش تحديق في جسم الطيور مفيش بيض، لو مفيش تحديق في جسم الذكوره مفيش تخصيب بشكل جيد. يبقى انا رقم واحد هنا لازم ان انا اوفر التحديق، لازم ولابد ان انا اوفر خلطة التحديق للحمام، ودي رقم واحد معانا. طيب رقم اتنين، الناس برضو اللي بتحبس الحمام وسايباه مقصور، عفوا يا شباب، وسايباه مقصور ليل ونهار. يعني ايه مقصور؟ يعني هو حبسه اصلا في غرفة او في عين 60 في 60 او 50 في 50، وهو سايبه طول العمر فيه. لا، انت مربيه في قلب غرفة اكيد، او في قلب منور، او في قلب. سيب الحمام كل اسبوع مره، سيبه طلعه من الاسر ده، سيبه يرفرف بجناحه، سيبه ياخد الحيويه بتاعته. عشان الحمام ده سبحان الله ليه نفسيه، تبقى نفسيته كويسه ويبدا ان هو برضه ينتج وان هو يشتغل معاك. طيب الحاجه بقى المهمه هنا، الناس اللي هي حابسه في سلكات وحابسه في غرف، يعني 40 في 50 والقصه دي كلها. هنا يا جماعه الخير الحمام عايز اقل حاجه يعني عين 60 في 60. لو انا بربي لازم عين اقل حاجه 60 في 60. ليه؟ لان لو انا هلاقي البيض عندي بيروق كتير، لان الذكوره لما بتطلع تخصب على النوتي مش بتعرف ان هي تتحرك كويس، فبالتالي لازم يكون غرفه واسعه او عين واسعه لو انت بتربي حمام في سلكات. طيب الحاجه اللي بعد كده، لازم ان انا كل 3 شهور مره بدي جرعه ديدان. لازم يا جماعه الخير كل 3 شهور مره بدي جرعه ديدان. لو مش بدي جرعه ديدان برضه مش هتلاقي عندك انتاج ومش هتلاقي عندك حصل. ليه؟ لان الديدان ديت لو هي موجوده في جسم الطيور عندنا فمستحيل ان انت بتلاقي انتاج وبتلاقي حصى. ليه؟ لان هي بتتغذى على الاغذيه اللي داخله جسم النوتي، فبالتالي مش هتلاقي عندك حصى. كمان بتخلي الذكور ان هي بتروق البيض، فخلي بالك من النقطه دي مهمه جدا وضروريه جدا. طيب الحاجه اللي بعد كده برضو اللي انا يعني لازم ان انا اعملها، عشان لو ما عملتهاش مش هيبقى في محفز للحمام ان هو يشتغل. الحمام الطاير يا جماعه خير ان هو بيجيب العش من بره وبيجيب الحاجات اللي هو محتاجها. لو انت مش بتعمل له حاجه خالص، حتى مش عايز اقول لك لو ما بتحطوش اكل، هو بيروح يجي الحقول وبيروح الاراضي الزراعيه ويبدا يجيب الحبوب اللي هي عاوزها، اللي هو من التجار والقصه دي كلها. ولكن الحمام المحبوس لازم ان انا بوفر له العش، لازم ان انا بوفر الحمام المحبوس العش. العش ده من اهم الحاجات اللي انا بقدمها له كمحفز كمان محفز قوي. ليه؟ لان الحمام لما انت بتجهز له العش، هو طبعا في حمام بيلحم العش. طب الحمام ده بيلحم العش منين؟
لان انت موفر له اقل حاجه عينين، يعني او عينين او 3 عيون. طيب بالنسبه بقى للناس اللي بتلاقي دايما عندها البيض فاضي، ما هو البيض فاضي بسبب ان انت حابس الحمام. مش اي حد ان انت يقول لك تقول له البيض فاضي يقول لك روح ادي سيلينيوم، اديله كل يوم 7 حبات فلفل اسمر. لا، البيض فاضي لازم تعرف ايه السبب ان تخلي البيض فاضي. البيض فاضي لان انت مربي كميه حمام كتير في غرفه صغيره، وده ما ينفعش. لو انا بربي في غرفه، يعني انا مش حابس في السلكات بقى، انا بربي في الغرفه كده والحمام كله سايب مع بعضه والدنيا زي الفل. الدكوره يا شباب لما بتطلع تخصب على النوتش، الحمام اللي هو السايب ده بيضربه، لان الحمام اللي هو بيبقى طالع في الطبيعه او ان هو حر، الحمام ده بيخصب حلو جدا في الحريه او في الطبيعه. ولكن الحمام المحبوس لما بيجي الذكر لما بيطلع يخصب على النتايه، فبالتالي الحمام التاني كله بيضربه. فهنا اعمل ايه؟ هنا لازم ان انا اعمل حساب كل متر مربع جزئين. مش هيبقى عندي مثلا غرفه 3 في 3 وحاطط فيها 100 جوز حمام، طبعا هتلاقي البيض فاضي، وده طبيعي جدا. ومهما اديت سيلينيوم ومهما اديت فلفل اسمر ومهما اديت اعشاب، فبرضه هتلاقي عندك البيض مروق. فخلي بالك من النقطه ديت مهمه جدا. طيب لو انا بقى عايز اخلي النوتي دي تشتغل على طول، قلنا ان احنا التحديد ده كلسم طبيعي، يعني ده حاجه طبيعيه وانت لازم توفرها للحمام المحبوس. لو ما عملتهاش صدقني مش هتلاقي عندك انتاج. طيب عايز بقى الحمام ده كالسيوم على طول، عشان الحمام ده هو محروم من الكالسيوم بتاع الطبيعه، واديت له التحديد. في حاجه تانية اديها له؟ ايوه، ادي له يا جماعه خير كالسيوم اللي احنا بنستخدمه على طول، قلنا عليه على القناه قبل كده. ندي له ديكال او بديكال، ممكن تدي له كالسيمات، حاجه من الحاجات دي حلوه جدا. وافضل وقت ان انا بدي كالسيوم للحمام ده اول النتايه ما تبيض. لا انت حابس بقى الحمام وعارف ده كل جزء فين وده بتاع ايه وراح فين وده جاي منين، لا اول بقى النوتي دي ما تبيض ابدا امسك النوتي ديت واديها كل يوم سنتي بقها، اديها 3 ايام كل يوم سنتي في بقها من الكالسيوم، هتلاقي الموضوع مختلف معاك تماما تماما تماما. طيب في حاجه تانية عن الحمام محبوس. طيب انا عندي الحمام محبوس وما فيش اشعه شمس بتدخل، اديله فيتامين الف د. اديله فيتامين الف د 3 هي هتلاقيه موجود عند اي بيطري. قول له انا عايز فيتامين الف د 3 اهي، هتلاقي الحمام عندك برضه بيستعيد صحته، تلاقي فيه حيويه، وبتلاقي ان انت بتعوض اشعه الشمس. عامه مفيش حاجه بتعوض اشعه الشمس، بس ولكن ده يعني احنا بنقول كبديل، يعني الله المستعان. يعني احنا نقول ماشي اديله الف د 3 هي مفيش مشكله، ولكن يعني عمر في حاجه تتعوض اشعه الشمس. لو انت تعرف تحبس الحمام عندك في سلكاته كل يوم تعرضه للشمس شويه، يعني كل اسبوع مره، يبقى انت كده كتر خيرك، انت كده بتبقى عملت اللي عليك. في ناس كتير زي ما قلنا بتخاف ان الحمام ينحسد. شباب انا النصيحه الاخيره اللي بنصحها لكم، طير الحمام عندك، هتلاقي الموضوع مختلف، هتلاقي عندك انتاج، هتلاقي عندك خير، هتلاقي عندك رزق. هتبص تلاقي الموضوع مختلف، هتقول انا يا ريت طيرت الحمام من زمان. لان انا كنت واحد زيكم، كنت بربي حمام محبوس من زمان من زمان، ولكن لما طيرت الحمام الحمد لله لقيت الموضوع مختلف تمام. وطبعا في فيديو اعمله لكم عن تعويض الحمام على المكان، وممكن تشوفوه في القناه. بتمنى يا شباب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم ويكون وصل لكم معلومه. شوفوا الشكر على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.